يا مساء أو صباح الفل عليكم. أهلا بيكم يا حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض ملكة السفرة المصرية، صينية الكوسة المتسبكة والدايبة. بس مش هنعمل النهاردة أي صينية، أنا هقول لكم على السر اللي بيخلي الكوسة محتفظة بقوامها ومن غير ما تنزل ميتها ولا يضيع طعم الصلصة فيها. عملت كمان معاها شوية رز بشعرية لأن بيليق عليها جدا جدا الرز بشعرية، وشوية ملوخية خضرة كده. والملوخية الخضرة دلوقتي جميلة وطعمها حلو جدا، حاولي تضيفيها في كل وجباتك بالذات في الصيف لأنها مفيدة ومغذية. عملت كمان نوعين فراخ، عملت فراخ مسلوقة ومحمرة وفراخ في الفرن للي بيحب. هقولك على كل التفاصيل وكل التركات، بس أهم حاجة تابع معايا الفيديو للآخر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. ويلا نبدأ ونشوف عملنا الكلام ده كله ازاي. اول حاجة انا هبدأ بتتبيلة الفراخ، هجهزها. حطيت بقى طماطمايه وبصلايه وسط، طماطمايه واحدة وبصلايه واحدة وسط. هحط 3 فصوص توم كده حلوين صغيرين، والثوم برضو بيدي حلو طعم حلو جدا في الفراخ في الفرن. حطيت معلقة بابريكا وشوية فلفل اسود، وتقلي ايدك في الفلفل الاسود شوية بالذات لما تبقى الفراخ في الفرن. وهنحط كمان شوية ملح اللي هتحدق لك الكمية بتاعتك، شوية جنزبيل. الجنزبيل حلو جدا وبيضيع زفارة الفراخ. حبهان ورق لورا بودرة. ومش هحط اكتر من كده، هاخدهم بقى في الهاند بلندر انعمهم خالص. المية بتاعتي كانت غليت عشان هسلق برضو فراخ. حطيت برضو شوية حبهان ورق لورا بودرة، وبحب احطهم في السلق بودرة، وبحب احطهم شوية جنزبيل وورقتين لورا وكام فص حبهان، فصين 3 ما تكتريش. حطيت مكعب مرق الدجاج ولما بتحبوهوش استبعديه. حطيت بصلايه وحطيت كمان شويه فلفل اسود، وهضيف الملح. هي الشوربه غمقت معايا علشان لو الميه غمقت معايا عشان حطيت التوابل قبل ما احط الفراخ. اول ما احط الفراخ وتغلي اللون هيفتح تاني خالص. مش حابه حطي الفراخ الاول انا بحطي التوابل بتاعتك. بس كده نزلت بقى بالكمية الفراخ اللي عندي وهغطيها، واول ما تغلي جامد ههدي عليها النار واسيبها بتستوي براحتها ساعة الا ربع او ساعة بكتير، وهتلاقيها استوت وبقت زي الفل. هنيجي بقى نتبل الفراخ اللي هندخلها الفرن. بس جربي التتبيله بتاعتي دي، طعمها حلو جدا جدا وتحفه في الفراخ. الفراخ انا جبتها غسلتها، بحب انا الفراخ ما اعملهاش على طول، احطها في التلاجة ساعتين 3 ايا كانت بقى. بتخلي الصدر ناعم وطري عن لما بتجيبيها تعمليها على طول، تحس ان الصدر نسايره كده كبيره وما بتعرفيش تتندخ كويس. جربي تحطي الفراخ في الفريزر او في التلاجة ساعتين 3 وطلعيها جربيها، هتلاقي الصدر مختلف تماما. خلاص هتبلها كويس. كمان بحب انغز الصدر بسكينه رفيعه برضو عشان التتبيله تخش جواها، والصدر برضو يستوي معايا كويس، ودرجه الحراره لما ادخلها الفرن تتوزع فيه كويس. بس هتبلها كويس ومن تحت الجلد، هعمل فيها فتحات كده ادخل فيها جوه التتبيله عشان طعم الصدر كله يبقى واخد من التتبيله اللي احنا حاطينها. بس رصيتهم خلاص. احب ارش على وشها بقى بابريكا، ودايما نغطي اللحم بجلد الفرخة علشان اللحم يفضل جواه طري ما ينشفش. هرش بقى رشة بابريكا حلوة كده على الوش، ورشة فلفل اسود ورشة ملح، لان لما دقت التتبيلة قبل ما اتبل بيها الفراخ لقيتها ناقصة شوية ملح، فقلت خلاص مش مشكلة هرش على وش الفرخة شوية ملح. هرش بقى شوية ملح حلوين كده، وهنزل عليها بكمية مية، يعني تقريبا كوباية مية مش اكتر من كده. وهاخدها على البوتاجاز تغلي. في الوقت ده انا بسخنها الفرن على اعلى درجة حرارة. بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتقعد من ساعة لساعة ونص، هي بتغيب شوية عن المسلوق. اول ما تغلي خالص كده على البوتاجاز دخليها الفرن، احسبي لها ساعة ونص كده هتلاقيها زي الفل ومستوية جدا. نيجي بقى لصينية الكوسة. اختاري دايما الكوسة تكون فريش كده. قطعي الكوسة بنفس الحجم ده، لا اتخن ولا ارفع، اللي هو الحجم الوسط ده. بس هقطع بقى بصلايه. انا بحبش انا اعمل بصلايه في الهاند بلندر، بحب اقطعها كده على ايدي في الطواجن بالذات. بحب البصلايه تبقى كبيره كده وواضحه، ما بحبهاش صغيره. هقطعها كده على ايدي على طول. بصلايه كبيره كده حلوه. وحتى الثوم كمان انا بحب اقطعه شرايح مع صينيه الكوسه، وكتري الثوم في صينيه الكوسه. تمام. الثوم برضو هقطعه شرايح،
وبحب اكتر فيها التوم لان الكوسه من الحاجات اللي بيليق عليها التوم جدا. حابه تهرسيه براحتك، انا دايما في الطواجن برضو بقطع التوم شرايح كده. كميه التوم بقى براحتك اللي انت عايزاه. انا قطعت تقريبا 7 فصوص توم كبار، حاجه زي كده يعني. يا ريت اللي ما حطليش اللايك ينزل يحط لي اللايك دلوقتي تشجيعك ليا. انا افكرك عشان لو ناسيه تحطي لي اللايك. هنتبل بقى شويه جنزبيل صغيرين وشويه كمون صغيرين. هنزل كمان دولت شويه كمون، وحطيت ربع معلقه جنزبيل، وهنزل بقى بشويه بابريكا كده حلوين، وشويه فلفل اسود حلوين، يعني تقريبا معلقه صغيره، وملح، شويه رشه زيت صغيره، وكعبين زبده، وهنزل بمعلقه سمنه بلدي. كمية الزبدة دي مش كتيرة لان انا عاملة طاجن، والطاجن ده كبير والكمية كبيرة. هنزل بقى بشوية الصلصة اللي انا كنت مخزناها، نزلت كده خدت حتة منها حطيتها، وحطيت معلقة سكر. خلاص كده خلصت كل التوابل وكل حاجة في صينية الكوسة، كلها ني في ني كده، بيبقى طعمها تحفة جدا. نزلت بقى تقريبا كوباية مية، كتريش المية لان الكوسة فيها نسبة مية كتير فبتنزلها. دخلتها الفرن لحد ما استوت، والكوسة كانت دايبة كده وطعمها تحفة جدا، واتسبكت وبقت معايا زي الفل. شايفين الكوسة كانت دايبة، كان طعمها حلو جدا جدا. صينية الكوسة بتليق عليها جدا ان هي تكون ني في ني. جربيها بالطريقة دي هتعجبك قوي. مش عملت كمان رز بشعرية لانه بيليق عليها جدا الرز بشعرية. شوية ملوخية خضراء، وانا ما صورتهاش معاكم لان انا كنت لسه مصوراها الفيديو اللي فات. والفراخ لما طلعت المسلوقه حمرتها في معلقه سمنه كده، والفراخ اللي في الفرن كانت طعمها تحفه جدا. جربي وصفاتي النهارده وطريقتي ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.